صباح الخير، صباح سعيد، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنكتشف هو ليه في علاقة توأم النفس بيتقال لفظ الاتحاد المقدس. ليه اسمه اتحاد مقدس؟ وازاي ان التوائم بيتطور جواهم طاقة الحب، وبيبتدوا ان هما يعني الطاقة دي تاخد اكتر من شكل بحيث انها تتناسب مع كل مرحلة هم بيمروا بيها. مبدئيا هو كل التوائم الحقيقيين بيسألوا هو ايه الطاقة دي، ايه الطاقة اللي احنا موجودين فيها حاليا. يعني هي دي طاقة مش عادية، طاقة الحب دي هي طاقة مش عادية. فهم فعلا هي بتكون طاقة مش عادية. هي بتكون الطاقة دي هم بتبقى جواهم بذرة، والبذرة دي بتكبر جواهم عشان بعد كده هم نفسهم هيكونوا شتلات وشلالات من الطاقة دي اللي هتغذي نفسهم وتغذي مجتمعهم واللي حواليهم وتوائمهم. ففعلا هي الطاقة دي مش بتبقى طاقة عادية زي مراحل ما اتوجد طاقة الحب في حياتهم في المراحل اول ما عرفوه. يعني في خلال حياة الانسان بيكون في قوالب للحب. فمثلا بيبقى موجود قالب الحب الاسري العائلي الموروث من الاب والام والاخوات، فدي بتكون طاقة. بعد كده التوائم بيلاحظوا ان لا، مش هي دي الطاقة اللي انا موجود عليها. بعد كده بيبتدوا طب في طاقة تانية اتوجدت في حياتهم، وهي انعكاس للكارما اللي موجودة جواهم، انعكاس للأفكار المعتقدات اللي موجودة جواهم اللي بتكون موجودة في حياتهم في صورة الشريك الكارمي. فبعد كده بيتطوروا اكتر وبيروحوا لمرحلة تانية من قوالب الحب دي لغاية ما بيوصلوا للحب اللي لازم يتطلب النمو الروحي، لغاية ما بيوصلوا ان الحب مرتبط ارتباط ما ينفعش ابدا ينفصل عن الروحانيات، لان هم كل ما عايزين يتعرفوا على الروح اللي جواهم كل ما ده بيتم بحب، وبيكون الحافز ليهم هي طاقة الحب الشديدة اللي بتدفعهم ان هم يبذلوا كل جهدهم في التشافي، في معرفة اللي جواهم، في النمو الروحي اللي بيحصل لهم. فبالتالي المراحل الأولية ما بيتطلبش النمو الروحي عادي. ممكن ان الأسرة بتكون موجودة، بتكون متوفرة طول الوقت، الارتباط الكارمي برضو بيكون موجود، بيكون متوفر طول الوقت، ما بيحتاجش خالص اي مجهود يتبذل في الناحية الروحية. ممكن يحتاج مجهود في الحياة المادية، فالإنسان بيكون بيرتبط أكتر بالحياة المادية عشان خاطر يحافظ على سواء العلاقات الترابط الكارمي أو سواء الموروثة. لكن في الاتحاد المقدس هنا بقى ليه بقى مقدس؟ لأن هم مش هيوصلوا للاتحاد غير لما ينزل عليهم اسم قدوس، غير لما يتبرأوا، غير لما يوصلوا للاستيقاظ. والاستيقاظ هو ان خلاص الكارما خلصت، التبرئة تمت، ان الشخص اصبح شخص متبرئ من كل الكرامات اللي تمت في من ساعة ما جاء الارض. فعشان كده التوائم النمو الروحي بتاعهم
ده اللي بيوصلهم للاتحاد المقدس، وده بيكون الحافز له هو النوع الثالث من الحب، وهو الحب الروحي. لان الانسان اما بيتطور بينجرح جامد جدا من علاقات الكرمية وعلاقات اللي مبنية على تطور مادي، فبيتجه الى الروح، وبيتجه الى ان هو ما بيكون لوش اي شفاء غير الشفاء الروحي. ومن هنا بيبدأ الرحلة الروحية بتاعته اللي ما ينفعش ابدا تتطور بدون الحب. الحب بيكون اساسي فيها، حتى بيتسمى العشق الالهي، لان لازم يوصل للعشق الالهي لله سبحانه وتعالى، لان العلاقة الاساسية هي بيننا وبين الله هي المحبة ومخافة، حتى بمحبة وتقدير بمحبة وكل حاجة بمحبة. فبالتالي التوائم هما محظوظين على قدر ما في العلاقة من والتطور والرحلة من دروس ومن ألم، لكن هو ألم عشان النمو الروحي، عشان التطور الروحي، عشان يوصلوا لحاجة جميلة قوي في الآخر، يوصلوا لأن يتنزل عليهم اسم القدوس.